لا حكومة لا برلمان، عليك لامان عليك لامان. لا حكومة لا برلمان. أخواتي إخواني، من هنا فإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة أو إلى فضاء لتدوير نفس الالتزامات في كل جولة دون أثر ملموس على الحياة اليومية للشغيلة. نحن لا نرفض الحوار، بل نعتبره مكسبا وآلية حضارية لتدبير التناقضات الاجتماعية، لكننا نرفض اختزاله في منطق الإخبار بما تقرر سلفا أو في تدبير زمن يراعي أجندات سياسية أكثر مما يراعي الاستعجال الاجتماعي. فالحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى نتائج قابلة للقياس ويستجيب للمطالب الجوهرية ويقوم على الإنصات المتبادل. نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيع. نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيع. ولذلك فإن معركتنا اليوم لم تعد معركة من أجل الحد الأدنى للأجر فقط، بل أصبحت معركة من أجل الحد الأدنى للعيش الكريم. كيف تعيش يا مسكين؟ معيشة دارت جنحين. كيف تعيش يا مسكين؟ عيشة دارت جنحين. كيف تعيش يا مسكين؟ المعيشة دارت جنحين. فالأجر بصفة عامة في شكله الحالي لم يعد يعكس لا التحولات التي طرأت على بنية الإنفاق الأسري ولا الارتفاع المتراكم في تكاليف السكن والنقل والتطبيب والتمدرس والمعيش اليومي. فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل تكفي الأجور الحالية لضمان العيش الكريم للأسرة المغربية في ظل الأسعار الحالية؟ الجواب لدى الطبقة العاملة واضح طبعا: لا ثم لا. غتشعل عتشعل غتعيا ما تطفي، غتشعل عتشعل غتعيا. أخواتي إخواني، لا يقتصر مطلب العيش الكريم على الأجراء النشيطين فقط، بل يمتد كذلك إلى المتعاقدين إلى المتقاعدين والمتقاعدات وارفع شعرات الزيرو، وارفع شعرات الزيرو، وارفع شعرات الزيرو. ببلادنا الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الاقتصاد الوطني والإدارة والمرافق العمومية، ثم وجد كثير منهم أمام معاشات هزيلة لا تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة. إن هذه الفئة التي يفترض أن تنعم بكرامة الاستقرار بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء أصبحت تعاني من ضعف القدرة الشرائية ومن صعوبة الولوج إلى العلاج ومن ضغط متزايد لتأمين أبسط شروط العيش الكريم. وهذه المناسبة كنفتح هذا الطوس باش نحيي جميع المتقاعدين والمتقاعدات اللي مازال كيواكبوا كيحضروا معنا التظاهرة ديال فاتح ماي باعتبارها تظاهرة جماهيرية كتستقطب جميع القطاعات وجميع الفئات العمرية من شباب ومتقاعدين. فتحية للجميع. واصل. ولذلك فإننا نؤكد أن إنصاف المتقاعدين لم يعد مطلبا جانبيا أو مؤجلا، بل قضية اجتماعية ملحة تفرض الرفع العادل للمعاشات وربطها بتطور كلفة المعيشة وضمان حياتهم الاجتماعية والصحية بما يصون كرامتهم ويعترف بما قدموه للوطن. وفي الآن نفسه لا يمكن فصل المعركة الاجتماعية المادية عن المعركة من أجل الحريات النقابية وصون المكتسبات الديمقراطية. فما تزال فئات واسعة من العاملات والعمال تواجه بالضرب والتضييق والابتزاز بمجرد تأسيس إطار نقابي أو رفع مطلب
أو رفع ملف مطلبي أو المطالبة بتطبيق القانون، بل إننا نسجل بقلق تنامي ظاهرة التسريحات بالجملة التي يتعرض لها العاملات والعمال في عدد من القطاعات في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. وفي الوقت نفسه تتوسع رقعة العمل الهش بشكل مقلق من خلال تعميم العمل بالمناولة والوساطة، أي السمسرة في اليد العاملة، وما يرافق ذلك من هضم ممنهج لحقوق العمال خاصة في قطاعات النظافة والحراسة والخدمات، حيث يحرم الأجراء من الاستقرار في العمل ومن الأجور العادلة ومن الحماية الاجتماعية الكاملة. أخواتي إخواني، سوف لن ننسى ولن تنسوا في كل اجتماع أو تجمهر التنديد بالقانون التكبيلي لحق دستوري، ألا وهو قانون الإضراب، والإضراب مشروع. شكرا للإخوان. تحية نضالية للطبقة العاملة من طبيعة الحال في عيدها الأممي. من طبيعة الحال نحيي أو نخلد كجامعة وطنية للتعليم فرع سوق الأربعاء الغرب ذكرى فاتح ماي إلى جانب الطبقة العاملة باتحاد المحلي مشروع بالقصيرين. بطبيعة الحال وعيا منا بوحدة النقابية والقوة التنظيمية، وكذلك وعيا منا بوحدة المصير. إذن بداية فتخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة فهو يأتي في ظرف خاص وله بطبيعة الحال خصوصيات. إذن ففاتح ماي لهذه السنة يخلد في ظرف أولا دولي خاص. أولا هناك على المستوى الدولي والإقليمي مجموعة من الحروب التي تسعى من خلالها من طبيعة الحال الليبرالية والرأسمالية إلى مزيد من تقسيم خيرات الشعوب والتطاحن والتقاتل على خيرات الشعوب ومزيدا كذلك من تبعية الشعوب. أكيد وجدا أن هذه الحروب سيؤدي كلفتها الطبقات الكادحة داخل هذه البلدان. ثم كذلك على المستوى الوطني يأتي فاتح ماي لهذه السنة في ظرفية اجتماعية اقتصادية في الحقيقة خاصة. عنوانها العريض من طبيعة الحال هو الارتفاع المهول والصاروخي في الاسعار. يعني بطبيعه الحال الكل كيعرف ان مجموعه ديال المواد الاستهلاك يعني عرفت واحد الاسعار صاروخيه. بطبيعه الحال ما كاينش يمكن شي حاجه ما تزادش فيها او لا ما تزادش السعر ديالها. يعني كل شيء الان بطبيعه الحال هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار يقابله من جهة أخرى جمود على مستوى زيادات الأجور للطبقة العاملة وكافة الأجراء، وهو ما يعكسه شعار فاتح ماي لهذه السنة. هناك سهمين، سهم الأجور يبقى في استقرار مقابل سهم الأسعار فهو بطبيعة الحال في ارتفاع مستمر. ماذا يعني هذا؟ يعني مزيد من تدهور الحالة الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء، يعني كذلك ضعف القدرة الشرائية لعموم الشعب وكذلك أو بالخصوص الطبقة العاملة، وكذلك ضرب هذه الطبقة العاملة في قوتها اليوم. كذلك والعادة موتونا نسعاو، والعادة موتونا نسعاو، والعادة. إذا بطبيعة الحال قلت هذا الوضع زاد يعني يؤكد على المستوى الحكومة ان بطبيعة الحال ليست هناك بدائل الآن تعطى، والدليل هو آخر حوار اجتماعي تم على مستوى النقابات. يعني كما كنقولوا ما جاب حتى شي جديد، باقي الوضع كما هو عليه، ليست هناك
هناك اي حدود ساعه، ليست هناك يعني لا اشارات لا في الزياده في الاجور لا غير ذلك، من طبيعه الحال مما ينذر بان الوضع الاجتماعي سيزداد تدهورا كما قلت للطبقه العامله. اذا على المستوى القطاعي نسجل كذلك ان الوزاره او الحكومه لا زالت مستمره في ضرب المدرسه العموميه، وكذلك بالمقابل نسجل على المستوى الحوار القطاعي ليس هناك يعني كما كنقولوا ليس هناك جديد. الوزاره الى حدود الان لا زالت تتلكأ كما كنقولوا في تنزيل يعني مجموعه من التزاماتها السابقه مع الشغيله، وهو من طبيعه الحال ما يجعل يعني فئات عريضه من داخل قطاع التعليم لا زالت تعاني الحيف، لا زالت تنتظر الانصاف. كما قلت ليست هناك يعني ليس هناك جديد على المستوى الحوار القطاعي. اذا هذا هو الوضع بشكل عام على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القطاعي. بعد يعني هذا السرد يعني المختصر كما كنقولوا لهذه الاوضاع، يعني يبقى الحل او ما العمل امام هذه الوضعيه، ما العمل امام هذه الوضعيه لا على المستوى الطبقه العامله لا على المستوى القطاعي. يعني كيبقى الحل هو ما يعني نجسده اليوم في فاتح ماي او ذكرى فاتح ماي في هذه الوحده النقابيه التي كما نقول هي المفتاح وهي الحل. اذا فالحل امام هذه المشاكل اللي سردتها سابقا، فالحل يبقى هو الوحده التنظيميه لكافه الاجراء، باعتبار ان القوه التنظيميه اللي بغيناه يكون بالوحده والتضامن، اللي بغيناه يكون بالوحده والتضامن، اللي بغيناه يكون بالوحده والتضامن. قلت بهذه الوحده النقابيه هي الكفيله من طبيعه الحال بتحقيق يعني كافه المطالب. كما كنقولوا كنطبقوا واحد الشعار ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال، وخصوصا كذلك الان يبقى التحدي كبير جدا امام محاوله الحكومه لضرب ما يسمى بالحق الدستوري للاجراء في الاضراب عبر ما يسمى بقانون الاضراب، وهو ما يجعلنا الان امام تحدي كبير، تحدي للنضال ضد هذا المخطط اللي كنعتبروه مخطط يعني سيجعل او كما كنقولوا غيزيد يدير او يزيد يكبل النضال ديال الطبقه العامله وكذلك نضال كافه الاجراء. بمعنى يبقى الحل امامنا كاجراء كطبقه عامله كشغيله تعليميه، يبقى امامنا النضال ومزيدا من النضال. وحتى لا اطيل عليكم، تحيه نضاليه لكم مجددا. عاشت الوحده النقابيه، عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاشت الجامعه الوطنيه للتعليم، وتحيه نضاليه لكم.